المشاركة التي تعلن في هذه اللحظات. اكتمل العدد والكل يستعد لانطلاق الشوط. انطلاقة إذا بدأت للشوط الخامس في هذا المساء لمسافة 2410 أمتار على الأرضية العشبية، مسافة طويلة وانطلاق. أحذر من كل المشاركين الذي بدأوا أيضا في هذا الاندفاع والانطلاق المثير الذي يحمل أيضا بداية ومعالم المنافسة. ويت ذا دون هو المتصدر والمعلن لهذه القيادة من البداية، وكافاليري مان ينافس على انطلاقة هذا الشوط بعد أن تصدر أو محاول ابتعاد بفارق طول. مع بداية هذه اللحظة يبقى في المركز الثالث جاكالبري في المركز الثالث، وبورانو على المركز الرابع. وهناك انضمام قادم أيضا في انطلاقة سيلفانير على المركز الخامس، بينما بلانتاجينيت في المركز السادس، وهناك لجوج على المركز السابع. يبقى في المركز الثامن تريبل جيك في هذه المنافسة القوية. هنا سيلفستر دي سوزا يتحمل بالقيادة مع هذه الانطلاقة مع كافاليري مان مرشح جودولفين القادم للمشاركة لأول مرة في هذا الاندفاع. والمركز الثاني لا زال أويذا دون المرشح الأقوى في هذه الانطلاقة، يواصل أيضا مطاردته لصاحب المركز الأول كافاليري مان مع هذا الاندفاع. بدأ هناك تريبل جيج المعروف أيضا بانطلاقته ليكون هناك مع وين سميث في المركز الثالث، ومحاولة الابتعاد في هذه اللحظة بالصدارة وقيادة هذا الشوط الذي وصلنا إلى السكس فيرلونج الأخيرة في انطلاقته مع هذه اللحظات. لا زال المركز الأول مع تريبل جوج الذي يعلن هذه البداية، يحاول توسيع الفارق عن صاحب المركز الثاني كافاليري مان، بينما أويذا دون في المركز الثالث. يعود جاكالبري على المركز الرابع، وبورانو بدأ بالتقدم في هذه اللحظة إلى المركز الخامس. تريبل جيج بقيادة وين سميث في الانطلاقة الأولى والتحرك النهاية الأخيرة، الأربعة فيرلونج الأخيرة في انطلاقتها هذا الشوط، والتي تأخذنا أيضا إلى خط النهاية. بدأت اللحظات الحاسمة والتحدي المثير المعلن لهذه الانطلاقة في هذه اللحظات، حيث التحرك النهائي. هنا بدأ الاندفاع، بدأ تحرك الكل إلى النهاية. يعود كافاليري مان ليقود الصدارة مع ظهور لجاكالبري في هذه اللحظة في المركز الثاني، وأويذا دون يأتي في المركز الثالث، ومحاولة أيضا الابتعاد والسيطرة على المركز الأول جاكالبري. إذن هناك برفقة كافاليري مان على المنافسة القوية في هذا الشوط. أويذا دون ينافس في المركز الثاني والمركز الثالث، ولكن جاكالبري يتصدر هذا الشوط، يأتي في المركز الثاني أويذا دون، وفي المركز الثالث كافاليري مان.